في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب ايبروك ستاديوم في غلاسكو وأمام أكثر من 51 ألف متفرج، انتهت القمة الاسكتلندية بين الغريمين التقليديين والأزليين غلاسكو رينجرز وسلتيك بفوز أصحاب الأرض ب4-2. حامل لقب الدوري الاسكتلندي 54 مرة افتتح التسجيل في الدقيقة 22 عبر لاعبه ستيفن نايسميث، هدف لم يصمد سوى 12 دقيقة بعد أن عادل جاري هوبر النتيجة في الدقيقة 34. حينها حاولت كتيبة آلي ماكويست أن تكثف من ضغطها الهجومي، لكن خط دفاع سلتيك كان بالمرصاد أكثر من مرة. تراجع في أداء رينجرز قابله تألق على المستويين الدفاعي والهجومي من قبل فريق المدرب نيل لينن، وهو ما ترجمه المدافع المغربي بدر القدوري الذي سجل هدفا رائعا للضيوف في الدقيقة 41. وتوالت الفرص خاصة لأصحاب الأرض بعد تلاحم قوي بين القدوري ونايسميث، لكن دفاع سلتيك كان حاضرا. بعدها كثف أصحاب الأرض من هجماتهم، وهو ما أثمر عن هدف التعادل الذي وقع عليه الكرواتي نيكيشا بيلوفيتش في الدقيقة 55. 12 دقيقة مرت والنتيجة تتغير لصالح رينجرز بعد أن سجل المهاجم الأيرلندي كايل لافرتي الهدف الثالث. فبعد أن اصطدمت الكرة بقدم أحد المدافعين، نجح لافرتي في هز شباك الحارس فريجر فورستر، ويبدو أن رينجرز استغل طرد مولغرو في الدقيقة 75 على خير ما يرام. فبينما كانت المباراة تشرف على نهايتها، عاد نجم اللقاء ستيفن نايسميث ليهدي رينجرز الهدف الرابع في الدقيقة 90. صحيح أن الديربي الاسكتلندي انتهى بفوز غلاسكو رينجرز على سلتيك، وبالتالي عزز رينجرز تربعه على عرش الصدارة ب19 نقطة بفارق